وقد انفصلت 19 ولاية. كثف جيش الولايات المتحدة نشاطه. وأصدر البيت الأبيض تحذيرات للقوات الغربية وكذلك لتحالف فلوريدا. ويؤكد الرئيس الذي يتولى السلطة لثلاث فترات أنه سيتم التعامل مع الانفاق بسرعة. اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت تريد تجربة أي شيء. أنا أعلم أن هناك حربا أهلية ضخمة جدا تجري في جميع أنحاء أمريكا. لقد حاولنا فقط الابتعاد عن ما نراه في الأخبار. يبدو أنه مخصص لأفضل مواطني أمريكا. لقد عانت ما يسمى بالقوات الغربية في تكساس وكاليفورنيا من هزيمة كبيرة جدا على يد جيش الولايات المتحدة. سيد الرئيس، هل أنت نادم على استخدام الضربات الجوية ضد المواطنين الأمريكيين؟ نحن ننتقل إلى العاصمة اليوم. وفاجأني الذهاب لهناك. إنهم يطلقون النار على الصحفيين على جانب مبنى الكابيتول. كل غريزة بداخلي تقول إن هذا هو الموت. ماذا إذا في كل مرة نجوت فيها من منطقة الحرب اعتقد أنني أرسل تحذيرا إلى المنزل. لا تفعل هذا. ولكن ها نحن هنا. هناك نوع من سوء الفهم هنا. ماذا؟ نحن مرجيو حيث تمام. أي نوع من الأمريكيين أنت؟ كما تعلمون فإن القوات الغربية ستصل إلى البيت الأبيض في 4 يوليو. يا إلهي. اركب السيارة. اركب السيارة. أدوس. سوف تتراجع. أنا لا أتراجع. أمة واحدة بظل الله لا تتجزأ، تتمتع بالحرية والعدالة. اذهب اذهب اذهب. بارك الله في أمريكا.